السلام عليكم أحلى ناس وأحلى متابعين، يلا نعمل مع بعض كيكة الخلاط المحمول بطريقة سهلة وبسيطة. اللي معايا دي مش إزازة، لأ ده خلاط محمول بيشحن بالكهرباء زي ما احنا شايفين ما شاء الله. عملت فيه الكيكة بتاعة النهاردة وهتعجبكم قوي قوي. تابعوا الفيديو للنهاية يا قمر، ولايك من ايديكم الحلوة. لو لسه ناسية اللايك بفكرك اهو يا قمر، دوسي اللايك عشان هنعمل مع بعض أحلى طريقة كيك، وكمان اقتصادية ب2 بيضة فقط هتطلع معاكي أحلى كيكة وناجحة من أول تجربة. تابع الفيديو للنهاية ويلا بينا نبدأ على طول وكلنا نصلي على الرسول. معايا مبدئيا كده الخلاط بتاعنا ده البطل بتاع النهاردة كده، الخلاط المحمول. تمام كده، تقدري تعمليها في المضرب العادي، تقدري تعمليها في الخلاط العادي بتاعك براحتك. تمام، تعالوا كده نفتح الخلاط مع بعض. ومعايا عدد 2 بيضة فقط لا غير. تمام، والكيكة بتاعت النهاردة طريقتها مختلفة جدا جدا. تابعي المقادير عشان تنجح معاكي من أول تجربة. ضفت كده عدد 2 من البيض، بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة اللي احنا فيها أو بدرجة حرارة المطبخ. تمام، وعليهم 3-4 نقط كده من الفانيليا. تمام، وممكن تضيفي كيس فانيليا من اللي هي البودر. ومعايا السكر، هنعاير كوباية من السكر، بس أنا هنا مش هضيف كوباية السكر مرة واحدة، هاخدها تدريجيا لغاية ما تخلص كلها. تمام، هناخد كده شوية من السكر بس عشان نضربهم في قلب الخلاط. تمام، ومعايا برضو ده لبن بودر. تمام، افتكرت ان احنا مش المفروض نضيفه دلوقتي، هنضيفه على المواد الجافة. ومعايا هنا ميه يكون دافيه. تمام، برضو ايه يعني، لقيت الميه دي كان الولاد جايبين ازازه ساقعه من التلاجة، لا دفتها كده في البراد شويه عشان تبقى بدرجه حراره المطبخ. وبعد كده هنضرب المكونات كلها كده في قلب بعضها في قلب الخلاط زي ما احنا شايفين. تمام كده ما شاء الله. الخلاط بضغط عليه كده في زرار في الارضيه من تحت خالص، وبتقفلي عليه كويس وبيطلع معاكي بقى بالمنظر ده. شايفين القوة بتاعته؟ على فكرة قوي جدا اهو. انا هنا بوريه لكم من قدام، ما شاء الله عليه جميل جدا. بعد ما ضربنا بقى المكونات دي كده في الخلاط، هنبتدي ان احنا نجيب طبق او بولة معانا. تمام كده، بعد ما فضينا المكونات في بولة كبيرة، معايا بقى الزيت اللي معايا هنا ده كوباية شاي زيت، يعني نص الكوباية اللي هي الكبيرة المعيارية. بعد كده بقيت السكر زي ما قلت لكم بضيفه كده تدريجيا. وهنا هضيف كوبايه كده من الميه اللي هي الدافيه، وادي كمان نص كوبايه، يعني ضفت كوبايه ونص، وضفنا قبل كده نص كوبايه، يعني استخدمناهم كوبايتين من الميه. تمام، وهندوب المكونات كلها كده في قلب بعضها. ومعايا الخل، هناخد معلقه من الخل. عايزه اقول لكم معلقه الخل دي سر نجاح الكيك اللي بتفتح اللون معايا. عايزه اقول لكم الولاد فرحانين جدا جدا اليوم اللي بعمل فيه كيك، بيبقوا فرحانين جدا جدا بيساعدوني. تمام، ومعايا هنا نص كيلو دقيق، شيعت بنتي كده جابته من السوبر ماركت. تمام كده، نص كيلو دقيق على الميزان. هنبتدي ان احنا ناخد النص كيلو دقيق ده كده وننخله. طبعا ما ينفعش تضيفيه كده مباشرة، لازم تنخليه عشان الكيكة يدخلها هوا وتطلع معانا هشة وتطلع عالية جدا. تمام كده، هناخد حبة في حبة كده وننخلهم. وعادة ما بنخلش النص كيلو دقيق كله، انا لازم اخلي شوية صغيرين كده للاخر، يا احتجتهم يا لا. تمام، ببتدي ان انا اعجن العجينه بتاعتي. طبعا بضيف اللبن البودر اهو، حوالي 4 معالق كبار من اللبن البودر، وكيس كيك شيف. تمام كده يا امارات، او بيكنج باودر، ممكن تستبدليه بكيس بيكنج باودر عادي. بس بجد الكيك شيف بتطلعها جميله جدا وبتطلع الكيكه معانا هشه وجميله. هنضرب بقى المكونات في قلب بعضها كده بالمضرب زي ما احنا شايفين ما شاء الله. لو لقينا العجينة تقيلة هنزودها شوية مية صغيرين، لقيناها خفيفة هنضيف الدقيق كده في الآخر. زي ما قلت لكم أنا هنا مش بضيف الدقيق مرة واحدة عشان أشوف المكونات بتاعتي الأول. تمام، ما شاء الله ضفت باقي كمية الدقيق. وطبعا هنا برضو الولاد كده ندوق الكيكة كده لقيناها برضو ان هي محتاجة باقي كوباية السكر. فعايزة اقول لكم كوباية السكر دي ربع كيلو من السكر، يعني النص كيلو دقيق للكيكة بتستخدمي له ربع كيلو سكر. تمام كده ما شاء الله. ابتدينا بقى الكيكة المظبوطة، خط طويل رفيع مش بيتقطع. تعرفي ان دي الكيكة المظبوطة بالطريقة اللي انت شايفاها دي، الخط كده طويل مش بيتقطع.
ورفيع. وحضرنا بقى صينية مدهونة بالزيت من الجوانب والأرضية ومبدراها كده بمعلقة دقيق صغيرة فاضت من النص كيلو. وهنبتدي ان احنا نصب الخليط بتاعنا كده في قلب الكيكة اهو ما شاء الله. وطبعا عشان نتجنب الفراغات اللي في الكيكة بعد ما صبناها كده في قلب الصينية بتخبطيها خبطتين 3 على الرخامة او على المكتب اي حاجة. تمام. بعد كده هندخلها بقى الفرن، الرف اللي في النص اللي هو قريب من الارضية، واكون مشغلة الفرن قبلها ب5 دقايق فقط لا غير. في الوقت ده ما شاء الله لقيتها كده الشواية يعني بيضة من فوق، فابتديت ان انا اشغل لها الشواية عشان انا حابة لونها يبقى احمر. فشغلت لها 5 دقايق بس الشواية من فوق. شايفين لونها لسه مش حمرا خالص. ففي الوقت ده شغلت الشواية اهو عشان تبيض معانا. عايزه اقول لكم الفرن بتاعي مش بمروحه فمش موزع الحراره كويس، لكن هي طالعه معايا جميله جدا. تمام. لو لاحظنا هنلاقي في جنب عالي سنه وجنب يعني مظبوط، بس عشان خاطر الفرن بتاعي مش بمروحه. عارفين لو الفرن اللي هو بمروحه بيوزع الحراره بشكل كويس وبتطلع الكيكه معاكي هشه ومظبوطه. بس عايزه اقول لكم طالعه معايا تحفه. هوريكم شكلها النهائي بعد ما نخرجها من الفرن. وعايزه اقول لك على سر مهم جدا، بعد ما تطفي عليها الفرن خلاص استوت وطفيتي عليها الفرن واختبرتيها، خليها جوه الفرن 5 دقايق ما تخرجهاش عشان ما تهبطش منك، عشان تفضل متماسكه وتفضل هشه معاكي. تمام كده يا قمر. وبعد ما تبرد بقى تماما هنبتدي ان احنا نقطعها ونشوفها مع بعض. هنا بنتي ماسكاها طبعا بالمساكه بتاعه الفرن. تمام. لانها لسه برضو سخنه شويه، فابتدينا ان احنا نقطعها. طبعا المفروض عايزه تاكلي كيكه حلوه تبيتيها بقى تاني يوم وتخرطيها جميله جدا. لكن انا ما شاء الله الولاد زي ما قلت لكم كانوا جنبي بقى ومستنيين وبيناولوني المقادير، فما ينفعش ان انا اعملها واكلها تاني يوم، لازم تتاكل في ساعتها. فبألف هنا وشفا طبعا. تمام كده. طبعا بنتي هي اللي بتخرط اهو. بصوا قالت لي انا اللي هخرط الكيكه، فكلهم بيساعدوا يعني. واحده تناولني الزيت، واحده تناولني السكينه، واحده تخرط، واحده تفتح لي الفرن، تشغل لي الفرن. يعني عايزه اقول لكم كانوا بيساعدوني في صينيه الكيكه دي والله. بصوا بقى ما شاء الله. تعالوا بقى نطلع مع بعض كده خرطه حلوه. طبعا احنا نزلنا كده في الدور الارضي تحت عند حماتي، فمش معانا بقى الادوات بتاعتنا، يا دوب هي السكينه اللي قطعناها وخلاص، عشان قلنا هناكل الكيكه تحت كده. ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه. طالعه معانا هشه وجميله جدا. ما تاخدوش بالكم من القطعه دي، القطعه دي اتقطعت كده بس حلوه مش وحشه والله، طعمها حلو جدا جدا اهو. شايفين الارضيه بتاعتها ما شاء الله متماسكه جدا وهشه ولونها فاتح بسبب معلقه الخل اللي احنا ضفناها.